السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الورد ومساء رضا الرحمن على عينكم يا أمراض. النهاردة هنعمل أحلى حاجة سهلة وكل الناس بتحبها. معانا كده المقادير واحدة واحدة. معانا كوباية سكر وكوباية مية. كده العسل هيطلع مظبوط منك وإن شاء الله مش هيسكر ولا يجراله أي حاجة. رفعناه على النار وتعالي نعمل الشغل بتاعنا. معانا هنا 3/4 كوباية مية، معلقة سكر كبيرة زي ما انت شايفة، نص معلقة خميرة كبيرة، وهنقلبهم عشان نختبر الخميرة. طبعا انا متأكدة من الخميرة بتاعتي. هنا ابتدى يغلي، حطينا عصرة الليمون وبس كده، سيبيه بقى براحته. تعالي بينا نكمل. معانا نص كوباية دقيق ونص كوباية نشا. في اسهل من كده؟ لا طبعا. وذرة ملح بسيطة، ونقلب كده نخلي كل ده يبقى حلو كده مع بعض، ويبقى الخليط بسيط كده وجميل. واحنا بنقلب في كده ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير ومتابعة ولكل اصحابك، ويا ريت يعني تعليق بسيط عشان نرفع الفيديو عشان غيرنا يشوفه. بشكر كل واحد بيعمل مشاهدة لغاية هنا او قبل هنا كمان، وشكرا لي وشابو لي. قلبنا، بصي البساطة وبصي السهولة. هنركنه طبعا على جنب بتاع 10 دقايق او 20 دقيقة. هنا انت ممكن تحط في كيس تلاجة عادي، مفيش مشكلة. كان عندي ازازة صغيرة كده، عملت لها فتحة من الغطا. طبعا فتحة الغطا دي انت اللي بتتحكمي فيها، لو عايزة رفيع او عايزة تخين. هنا هما كانوا طالبينه مقرمش، عايزينه مقرمش جدا عن اللي بنشتريه من بره يعني. فانا حبيت ان انا اعمله مقرمش، فصغرت حجم فتحة الغطا. انت طبعا كل ما تدخني كل ما يطلع المشبك معاكي اتخن شوية، وهتبقى قرمشته اضعف شوية صغيرين، بس هيبقى مقرمش برضو وهيطلع لذيذ جدا وجميل جدا. وجربيه ومش هتندمي ان شاء الله. غطيت الازازة ويلا بينا نكون مسخنين الزيت، بس النار تكون وسط عشان ما يتحرقش مننا. كده الزيت سخن، وهبتدي انزل بدوائر هلامية كده، يعني اشكال مش متناسقة، بس المهم ان انا منزلش في مكان واحد زي ما انت شايفاني كده. طبعا كان العسل خلص وطفيت عليه وسيبته يبرد، لان لازم يكون بارد. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. والنار طبعا وسط، خدي بالك عايزاها هادية، نزلها هادية هيتحمر اكتر ويبقى طعمه جميل. اللون ده حسب ما انت عايزة تطلعي فاتح، عايزة تطلعي زي ما انا هطلعه دلوقتي، حضرتك حرة في اللي انت هتعمليه. هنا في جنب اتحمر اهو، قلبته، واللي اتحمر ده انا هاخده اهو، ابتدى اهو ما شاء الله عليه، بقى لونه ذهبي وجميل. هاخده احطه في العسل على طول او في القطر زي ما بيتقال في اي بلد غير القاهرة. هنبتدي كده نقلبه. نصيحة يا جماعة، ما يطلعش على حاجة مسطحة، لازم يطلع على مصفى او على شبكة علشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته لاخر قطعة والتاني يوم كمان. تمام، نعمل حبة كمان كده. زي ما انتوا شايفين سهل جدا والله وبسيط جدا، مفيهوش اي حاجة، وصفة سريعة كده وسهلة، واعملها لولادك كده بسرعة بحاجة حلوة وسهلة وبسيطة. تنسينيش، بنوفر مع مطبخ حبيبة ان شاء الله كل السهل والبسيط والوفير عندي بإذن الله. طبعا سمعنا قرمشته في الاول، خلصنا الكمية. عايزة جربي في كمية بسيطة زي ما انت شفتي. بصي قرمشته خرافة وروعة بجد، جميلة جميلة جميلة. وتسلم يا اللي بتشاهدني، وتسلم يا ست الكل. اشوفكم فيديو جديد، وباي باي.